الآن راح أجي لناس كثير نزلوا مقاطع وتكلموا عن أشياء أنا قلتها في البث المباشر. اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الديانات. ويوم طلعت من الفرحة حضنت بنتين. هذه الأشياء لعلك تنصدم منها عزيزي المشاهد، أو أنك ما أعطيتها انتباه. أنت تنصدم إني قاعد أقول لك الكلام هذا. إي نعم أنا سويت الأشياء هذه. إي نعم أنا قلت ما يهم الدين. إي نعم أنا قلت اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الديانات. إي نعم لما طلعت حضنت بنتين. إي نعم أنا سويت كل الأشياء. كثير من الناس تكلموا عن الموضوع هذا وقالوا إن المشروع الخيري هذا مو مشروع خيري، بل هو سم. هذا السم مدسوس بالعسل. إن أبو فلة قاعد يوصل إيحاءات للمجتمع بشكل غير مباشر للفئة الشباب، إنه يحاول يلحدهم يخليهم ملحدين. أنا ما راح أجادل بالنقاط هذه، ما راح أقول لكم ليش قلت الكلام هذا، وهل قلتها بنية صافية أو قلتها بنية خبيثة وأحاول إني أخرب المجتمع. والله في قسم بالله عدد كثير، بس والله ما بأذكر أسامي لأني أنا مسامحكم. تدرون ليش؟ لأني أنا غلطان. ما راح أجادل بالنقطة هذه يا عزيزي المشاهد. أنا غلطان. أنا غلطان يوم قلت اعتنقوا الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الديانات. أنا غلطان. بحثت عن الجملة هذه وعرفت معناها الحقيقي. أنا غلطان. أنا غلطان يوم طلعت وحضنت بنت، مع أن هذه مو من عوايدي، ولكن أنا غلطان وأعترف بخلطي. أنا إنسان يا جماعة، أنا إنسان مخطئ. أنا ماني ملاك، أنا إنسان مخطئ، وخير الخطائين التوابون. مو لأن عندي 24 مليون مشترك، شكرا لكم وصلنا 24 مليون مشترك، أو عندي عدد كبير من الناس اللي قاعد يتابعوني راح أكون معصوم عن الخطأ. أنا إنسان يا عزيزي المشاهد، أنا أخطئ، وهذا أنا أمامكم وأنا خاطئ. أقول لكم أنا أعتذر على الغلط هذا. وشكرا لكثير من الناس الكبار الشيوخ اللي تكلموا بالموضوع هذا بشكل سلمي، وصلوا لي الفكرة ومعنى جملة اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الديانات إنها خطأ كبير، إن الكلمة هذه تقال. ووصلوا لي إياها يا جماعة بين 100 خط بشكل غير هجومي، بشكل راقي، بشكل بين مليون خط ما دخلوا بنيتي. يا جماعة قالوا عني صنديق، قالوا عني كافر يا جماعة. والله ما كان في جهات ماسونية قاعد يكلموني بالسماعات قاعد يقولوا لي كل الكلام، والله كل هذا كان اجتهاد